عليكم. الشباب بتعمل ايه؟ خروج اقتصادية وللبنات برضه بأقل تكلفة، وهتبسط نفسك في وقت قليل جدا وتجربة ساش. قبل ما نبتدي الفيديو يا ريت تعمل لايك وسبسكرايب للقناة عشان تشجعنا نعمل فيديوهات تانية. أول ما هتخش نزلة السمان هتلاقي جمال كده قافلة الطريق، ده عادي، فدي حاجة عادية. وهتلاقي حسينة جاية بتجري في وشك، ما تخافش، كمل في المسار زي ما انت لحد ما نشوف هنروح فين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمود مصطفى وأنت بتتفرج على قناة هاكر العجل. النهاردة بقى حاجة جديدة كده، هنجرب الحزمة في نزلة السمان. يا جدعان اللي مجربش التجربة ديت فهتشوف معانا الفيديو حاجة دلوقتي. وما تنساش تيجي عند اسطبل أبو العلا. فبص دوت يعني بقول له جاي من طرف محمود هاكر العجل. من مصر يا ام الدنيا، يا اهلا بابن عمي، يا اهلا. ولا الرهوان التاني، ها التاني هيعمل معاكم الصح. اتفرج، يلا بينا انت تشوف هنعمل ايه. تعالوا الله يخليك. بص يا جدعان، ده الاسطبل في اول دخلة نزلة السمان. لف في خصم طبعا اللي هيجي من طرفك. ده تعالوا هنا كده، وهنا الاسطبل. بس احنا لسه جايين الصبح، ده احسن وقت نطلع فيه اللي هو الصبح، عشان تطلع كده ايه في وقت اللي هو الشروق يعتبر. تمام، هو احنا لسه بنشد على الحصينه عشان احنا لسه داخلين. ده اول حصان معانا، مش عارف اسمه ايه. وعشان ما اطولش عليكم المقدمه، يلا بينا. شدينا على الحسنه وطلعنا. اول مره فضلنا ماشيين كده، وفضلوا يا جدعان تصوروا، مع اني ما اعرفش ايه اللي هيحصل فيهم. ففيهم اتنين كانوا اول مره يركبوا. بص مسكتهم بالخير بتعرف اذا كنت هتركب ولا لا. هنا انا كنت بصور فما كنتش عارف اصور عشان اللي راكب على الخيل، بس في الاخر اتصرفت وعرفت اصور وانا سايق، لان انا ما شاء الله خيال. هنا بقى كنا داخلين اول دخله، كان في حصان ما شاء الله كده بيرقص وحصان تاني بيجري وراه. هنا بقى الدخل ديت اصلا بتمشي في الممر ده كده، وبعد كده بتخش بين بيوت عشان تطلع على اللي هي الحته اللي هي الصحراء. في التبه يا بوجي الأولى تعالى هنا بوجي والتبه عشان التانية. نبقى احنا لوحدنا. يلا نكمل الفيديو نشوف هنعمل ايه. وهنا بقى الممر دوت اللي كنت بقولكم عليه، دي الناس ديت نازله واحنا لسه طالعين. فهو مفيش غير الطريق ده بنعدي منه كده عشان نعدي على الكمين الاول، وبعد كده بنطلع على الصحراء زي ما انتم. عشر رجاله.
ناخد صورة كده والحصان على بيرفع حصان او بيشب على حسب ما بتقولها انت بتعمل ايه. المهم بقى ايه، كان فضلنا نحاول الحصان كده، الحصان ده كان غلبان قوي يعني، فما حتى يعني كان طلع عين امه في الطريق اللي احنا كنا فيه. المهم ده عبده ما بيطلعش، كلنا ساعدناه. قال له بقى يلا يلا وريني بقى ارفع ازاي كده، وريني. قال له بيرفع ازاي ده يا حاج؟ قال له هو فين؟ قال له جاهز يا طب انت حاجة؟ ماشي ليه؟ انت مش هترفعه؟ قال له لا اصبر ده انا معايا الريموت بتاعه. هو بص واقف ساكت مستني صاحبه يجي عشان يرفع. بص بعد كده بيقول له يا ابني ارفع يا ابني ارفع يا ابني في ايه يا ابني يا ابني. بعد كده جه بقى عشان هو معاه الريموت بتاعه، يقول له يلا بص كده رفع حصان. فبجد كانت تجربة حلوة وتجربة جميلة وبأقل تكلفة. هنا بقى عيد كنا بنقول له اعمل على الحصان ده ما بيرفعش، قال لك بص اهو يا جدعان ما هو شغال اهو، مش عارف انتوا اللي مش عارفين تدوروه ولا ايه. المهم كملنا معاه ولا حتى انه يطلع يركب. بس عادل طلع يركب، وبعد كده برضه ايه فضل يرفع حتة صغيرة حتة صغيرة، فقلنا ايه ناخد الصورة وكده وننبسط. وبعد كده بقى انا ركبت، قلت له بقى سيبني بقى في فرصتي. انا انا ما رضيتش اشدد اللجام جامد عشان الحصان ما يقلبنيش، انا اتقلبت كتير في الاماكن دي. وبعد كده احمد ركب تاني، وبعد كده كده رفع، قال له بس اسمعوا كان بيقول ايه. كسبنا انت. لا ما هو كده عراب.